الجنرالات تاع الجزائر جاهم ثاني السعر وجاتهم الدوره الشهريه قاصحه شويه الشراب اخوتي، جاتهم ثاني قاصحه شويه، لهذا قالوا نديروا سيدي نديروا بلا تنخلقوا الجمهوريه الريفيه. وجابوا هذا الشخص بعد ما كان اخوتي متشرد في اوروبا في امستردام، كان الله غالب ما كان درهم لا والو، قال جابوا نجيبوا هذا نديروا به نخلقوا به شويه تاع البوز، لانه لكي الشعب الجزائري يستمر في المعاناه وفي الصفوف تاع الحليب وتاع العدس، رانا نخلقوا شويه تاع رياكشن. على كل حال حتى حنا نخلقوا شويه تاع رياكشن سيدي حمولي، ما تنساوش تخلي القلب والمتابعه. سيدي حمولي كما يدعي هذا الشخص لانه يتمنى ان تكون الجمهوريه الريفيه، لان شوف انا متفق مع هذا الشخص، لان احنا كلنا نعرفوا الريف يعني طلعت لهم الدنيا في الراس، طلعت لهم الابواب تترعرع، طلعت لهم في الراس، طلعت يعني الريف يعني البسيط تلقى عنده 5 تاع مرسيدسات في الجبل تاع دارو، وتلقى عنده المشاريع في امستردام، هما اللي حاكمين يا سيدي اوروبا، الاموال والدولار والاورو تترعرع، وكل النجوم يعني هم اللي يحصلوا على الجوائز المفضله في الكومبات وكل في المباريات، يعني تلقى كل النجوم، تلقى كل الابطال الريفيين تلقاهم سيدي في الكومبات، تلقاهم سيدي في كل ما يتعلق بالرياضه، تلقاهم في كره القدم، هم اللي حاكمين كل ابناء الريف، هم اللي حاكمين كل الانديه الاوروبيه، يعني الاموال تترعرع. هنا سيدي قرر هذا الشخص او قرروا هذا الاشخاص هذو يبدلوا شويه الحياه نتاعهم من افضل الى السوء، يعني يروحوا الجزائر يديروا الجمهوريه نتاعهم، يديروا شويه يجربوا شويه المعاناه تاع الحليب، ويديروا شويه يندمجوا شويه مع الشعب الجزائري، ياخذوا شويه تجربه في الصف تاع الحليب، ياخذوا شويه تجربه في الصف تاع العدس، في الصف تاع السميد، في الصف تاع الازمه، في الغاز، في كل شيء. هنا حبوا يقلبوا شويه، حبوا يشاركوا خاطر الجزائريين في المعاناه نتاعهم، طلعت لهم الدنيا في الراس، يعني بعد ما احنا نعرفوا الناس الريف يعني ما شاء الله الاموال وكذا، يعني النص نتاعهم عايش في اوروبا، يعني يتكلم خلاص خاص الدولار والمرسيدس وكذا، والاموال تترعرع، قالوا بلاتي نبدلوا شويه، راه الجزائر ما نلقاوش ما احسن من الجزائر سيدي حمواليدي. خوتي العزاز ربي يحفظكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم. ما تنساوش تخليوا رايكم في بعد خروج ابراهيم غالي والدخول على فم البصمه، دعونا رايكم في هذا الامر.